عرفنا في المستقبل البعيد إن في كوكب اسمه أوراكوس، واللي بيكون غني جدا بمادة اسمها التوابل المخلوطة في ترابه، أغلى مادة في الكون كله، وده لأنها بتستخدم في السفر عبر المجرات والشفاء وحاجات تانية كتير. وعرفنا برضو عن الديدان الرملية العملاقة اللي موجودة في صحراء الكوكب، وإزاي بتبلع أي حاجة في طريقها. كمان اتعرفنا على شعب الهراكن اللي بيحكموا الكوكب ده، واللي بقوا أثرياء جدا بسبب استغلالهم لمادة التوابل لمدة 80 سنة، وطبعا ده خلاهم في حروب مستمرة مع السكان الأصليين للكوكب واللي اسمهم الفريمن. وعرفنا ان الامبراطور قرر عزلهم من الحكم وتعيين عائلة أتريدس مكانهم، لأن الامبراطور كان ليه مصلحة مع العيلة دي، وهي انهم وعدوه يستخرجوا التوابل لحسابه. وبعد أحداث كتيرة جدا عرفنا ان الامبراطور عين الدقليتو حاكم على الكوكب علشان يخلص منه، لانه عرف قد ايه هو قوي وعنده جيش مدمر. عشان كده اتحد الهراكن مع حرس الامبراطور وهجموا على الدقليتو، وللأسف بينجحوا انهم يقتلوه هو واغلب جيشه. لكن بول ابنه وليدي جيسيكا مراته بينجحوا انهم يهربوا ويتحالفوا مع الفريمن. وعموما لو لسه ما شفتش الجزء الاول هسيب لك اللينك في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدأ في الجزء الجديد. بيبدأ الجزء الثاني مع مجموعة من الهراكن بيدوروا على الفريمن علشان يخلصوا عليهم، وخصوصا بعد ما عرفوا ان بول وليدي جيسيكا انضموا ليهم. بس الفريمن كانوا مستخبيين كويس، وقعدوا يعملوا ذبذبات في الارض علشان يستدعوا الدودة العملاقة وتيجي تبلع مجموعة الهراكن اللي بيطاردوهم. بس قائد الهراكن كشف الموضوع وأمر المجموعة اللي معاه انهم يستخدموا البدل بتاعتهم ويطلعوا لأعلى نقطة في الجبل. وما كانش يعرف ان ده جزء من خطة الفريمن، اللي اول ما بيشوفوا الهراكن بيبتدوا ضرب فيهم بأسلحتهم وبيوقعوهم واحد ورا التاني. بس قائد الهراكن ينزل وهو سليم وبيلمح بول والليدي جيسيكا وبيهاجمهم، بس بول بيسبقه وبيسحب سلاح من جندي ميت وبيقدر انه يقتله. وبيجي جندي تاني وبيكون خلاص هيقتل بول، بس الليدي جيسيكا بتلحقه وبتجيب حجر كبير وبتفضل تضربه بيه لحد ما بتموته. وساعتها بتعرف ان الفريمن نجحوا انهم يخلصوا على كل مجموعة الهراكن، وبيبدأوا في سحب المية من اجسامهم علشان يستفيدوا بيها. وبول بيقول لستيلجار انهم عايزين يتأكدوا انهم خلصوا من كل افراد عيلة اتريدس، بس ستيلجار بيقول له انهم عارفين ان محدش يقدر يعيش في المكان ده غير الفريمن، يعني المجموعة دي قصادهم هم. وطمنه وقال له انه هيخبيهم في مكان محدش هيقدر يوصل ليهم فيه. وبالفعل جمعوا الأسلحة من الجنود الميتين وحطوهم في مكان واحد وشغلوا جهاز الذبذبات، فطلعت الدودة الأرضية وبلعتهم كلهم. وبعدين بنروح أراكين عاصمة أراكوس الشمالية، وبنلاقي واحد من اللي شغالين مع رابن بيقول له بما إننا مسيطرين على كل التوابل في الكوكب ما تخلينا نسحب الجنود من الجنوب بدل ما هم عمالين يموتوا كل يوم والتاني بأعداد كبيرة. فرابن قال له فين السيطرة اللي بتتكلم عليها دي؟ أنا مش شايف حاجة في الجنوب. فقال له طيب أنا محتاج راحة علشان أقدر أفكر. فرابن بيتعصب عليه جدا وبيمسك راسه وبيفضل يرزعها في الترابيزة وزعق في كل الموجودين وقال لهم مفيش أي راحة لحد ما تقضوا على الفرند والفاهمين. وبنرجع لبول والليدي جيسيكا ومجموعة الفريمن وهم رايحين لمكان اسمه السيتشا، وده المخبأ بتاع الفريمن اللي أول ما بيشوفوهم بيتضايقوا جدا وبيصوروا على ستيلجار وبيقول له إنهم مش عايزينهم هنا. وبيفضل الحوار قائم بين الفريمن وستيلجار لحد ما بيطلع راجل عجوز وبيقول إن بول هو المختار، وده خلى الناس تهدى شوية وادى فرصة لستيلجار يتكلم مع كبار الفريمن ويقنعهم بضرورة وجود بول وجيسيكا وسطهم لأنه المخلص والمنقذ لشعبهم. لكن المجلس بيقول له مفيش أي علامات تدل على الكلام اللي بيقوله، وخاصة إنهم ما يعرفوش شكل المختار. فستيلجار بيقول لهم إنه شافه هو بيبارز جيمس قائد الهراكن وبيقتله في معركة عادلة، وإنه بيتعلم بسرعة يعني هيقدر يكتسب مهاراتهم ولغتهم بسرعة، ووعدهم إنه هو بنفسه هيتولى الموضوع ده بنفسه. فزعماء المجلس بيقولوا له إنهم هيحطوه في اختبار علشان يعرفوا فعلا هو المهدي المختار ولا لأ. بعد كده بيروح ستيلجار ويبلغ جيسيكا باللي حصل وبيقول لها ان في حل يخلصهم من كل الوش ده، وهو انها توافق تكون الام الموقرة لشعب الفريمن لان الام الحالية بتموت. فجيسيكا بترفض، فستيلجار بيقول لها بما انها ام المختار فلازم توافق والا هيحصل مشاكل كبيرة. فبتضطر الليدي جيسيكا توافق على عرضه والا شعب الفريمن هيتأكدوا انها مش ام المختار وهيخلصوا عليها هي وبول. بعد كده بتكلم بول وبتحكي له على اللي حصل، فبيسألها انت وافقتي ليه؟
فبتقول له الأسباب اللي قالها ستيلجار، فبيسألها لو كانت خايفة، فبتقول له أنا بس قلقانة لأن الأم الموقرة بتشيل ذكريات كل الأمهات اللي سبقوها، ودي أكتر حاجة مخليها متوترة. وفي يوم التعيين بيتحركوا كلهم لمكان الأم الموقرة، وبتكون ست عجوزة جدا، وبيبلغوها ان جيسيكا هتكون الام الجديدة، فبتطلب انها تشوفها، ولانها كفيفة فبتلمس وش جيسيكا وبتوافق عليها، فبيدوها سائل غريب تشربه. ولما جيسيكا بتشرب السائل بتجيلها تشنجات جامدة لحد ما بيغمى عليها وبيفتكروها ماتت، لحد ما بتفتح عينيها وبتلاقيهم اتحولوا للون الازرق، وبتموت الام الحالية، وده معناه ان جيسيكا اتقبلت في المنصب الجديد. وبنرجع لأهل الفريمن وبنلاقيهم مقسومين لفريقين، شوية النبول هو المختار وشوية تانيين بيقولوا لأ لأن المخلص لازم يكون من الفريمن وسكان الكوكب الأصليين، لكن ستيلجار بيحاول يأكد لهم إن هو المهدي لأن علامات كتيرة ظهرت عليه. أما بول ما كانش فارق معاه أي حاجة من اللي هم بيقولوها، لأنه كان قلقان جدا على أمه ونفسه يطمن عليها، وخصوصا إن حالتها بدأت تبقى سيئة جدا. وبعدين بيقرر يرد عليهم وبيقول لهم إن هو مش المهدي ولا حاجة، وإنه مجرد واحد اتيتم على إيد الهراكنة، وكل حلمه في الحياة إنه يرجع حق أبوه. وهنا بيجي وقت الاختبار اللي اتكلم عليه زعماء مجلس كبار الفريمن، وهو إن لازم يكون بول واحد منهم علشان يكون هو المختار. وأول حاجة لازم يتعلمها إنه يتأقلم مع الصحراء، فستيلجار اداله خيمة واداله أكل وشوية مية، وقال له إنه لازم يمشي ويروح في مكان معين وبعدين يرجع من هناك سليم. فبول بيسأله لو ينفع إنه يقول له معلومات تانية عن الصحراء غير الهراكن والدودة العملاقة، فستيلجار بيقول له إن في عناكب اسمها ألباب الفخاخية وحشرات الحريش، وما أقدرش أقول لك أي معلومات أكتر من كده. وهنا بول بيتحرك في الصحراء، بس شاني بتروح معاه وبتبدأ تعلمه ازاي يمشي من غير ما الديدان تحس بخطواته. بس كل اللي كان فارق مع بول انه بيقرب من شاني اكتر. بعدها بكام يوم الهراكن بيبعتوا آلة ضخمة لاستخراج التوابل، والفريمن بيكون عندهم علم بالآلة دي، وعشان كده بيكونوا مستنيينهم. وبمجرد نزول الجنود منها طلعوا من تحت الرمل بقيادة بول وهجموا عليهم، وكان في جندي هيقتل شاني بس بول خلص عليه، ونجحوا انهم يقضوا على كل جنود الهراكنة ودمروا الطيارات وآلة استخراج التوابل. وبالليل كانوا مبسوطين جدا وفضلوا يحتفلوا، وبالأخص ستيلجار اللي قعد يحكي عن شجاعة بول وازاي أحلامه اللي بترتقي لحدود الرؤى أنقذت شاني من الموت. ووقتها قرروا إن بول نجح في الاختبارات وهيكون واحد من الفريمن وهيسموه أصول، يعني الفارس الشجاع القوي. بس بول اقترح ان اسمه يبقى مديب، يعني فار الصحراء الصغير، وكل الفريمن رحبوا بيه كفرد جديد معاهم. جيش الفريمن بقيادة بول انتصاراته كانت بتزيد، ودمروا أكتر من آلة لاستخراج التوابل وسببوا خسائر كتيرة للهراكنة. وده طبعا مش بيعجب قائد الهراكن اللي اسمه فلاديمير، فبعت لابن أخوه رابن وبلغه ان الكلام ده مش هيعجب الامبراطور وهو مش قد زعله. بنرجع لبول اللي بيكون قايم من النوم مفزوع، وبيحكي لشاني عن كابوس فظيع، وهو انه كان ماشي في الصحراء ورا واحدة ما يعرفهاش، وكان في مجاعة بسببه وناس كتير كانت بتموت. فشاني حاولت تهديه وقالت له ان ده ممكن يكون بسبب التوابل اللي بيتعاطاها بقاله فترة. وبعدها بيوم بيجي وقت الاختبار الحقيقي لبول، ويا اما ينجح في الاختبار ويكون واحد من الفريمن او هيموت. وكان الاختبار انه لازم يستدعي دودة من ديدان الصحراء العملاقة ويركب على ظهرها ويجري بيها. وفعلا بيتحرك بول لوحده لحد ما بيوصل لنوع معين من الرملة، وبيشغل جهاز الذبذبات وبيستدعي الدودة. بس المشكلة ان الدودة اللي بتظهر له حجمها بيكون اكبر بكتير من اللي بتظهر في الاوقات العادية، وده بيخلي شاني وستيلجار قلقانين جدا. لكن بول ما كانش خايف وجري على الدودة، وبعد محاولات كتير قدر انه يطلع على ظهرها ويجري بيها. وهنا بدأت النبوءة تتأكد ان بول هو فعلا المهدي المنتظر. وفي نفس الوقت بنشوف واحدة من أتباع الأم الموقرة بتجري عليها، وبتحكي لها إن بول استدعى دودة معمرة حجمها كبير جدا عمر ما حد شافه قبل كده، وبينجح إنه يطلع على ظهرها. وهنا جيسيكا بتؤمر كل أتباعها إنهم ينشروا الأخبار الجميلة دي بين كل شعب الفريمن. بعدها جيسيكا بتقرر إنها لازم تنتقل للجنوب، وده لسببين: الأول علشان تولد هناك، والتاني علشان تدعو أهل الجنوب إنهم يؤمنوا بابنها بعد ما أدت رسالتها مع سكان الشمال. وبالفعل الفريمن بيحضروا الوسيلة اللي هتنقل الأم الموقرة للجنوب
الجنوب، وبتقول لبول يحضر نفسه علشان هيجي معاها، بس بول بيقول لها انه هنا علشان يحارب مع اهل الشمال، لكنها بتقول له انه بيكذب لانه اتعلق بشاني وعايز يفضل جنبها، وبتسيبه وبتمشي. وبعد كام يوم بيهجم الفريمن على خزان ضخم للتوابل وبيدمروا 80% من احتياطي المخزون بتاع الهراكنة. رابن بيتعصب جدا وبيجمع جيش ضخم للقضاء على مديب قائد الفريمن واللي كان معروف بقوته ودهائه. وبعد ما بيوصل جيش الهراكن للمكان اللي فيه مديب بيؤمر الطيران انه يدمر المكان بكمية كبيرة من الصواريخ، وبعد ما اتأكدوا انهم دمروا المكان بالكامل رابن بيقول للجنود يخلصوا على اي حد عايش. بس اول ما بينزل بيكون الفريمن بقيادة بول في انتظارهم وبيهجموا عليهم وبيبيدوهم، ورابن بيحاول يهرب، بس واحدة من جيش الفريمن بتهجم عليه وبتكون خلاص هتقتله لولا جندي من الهراكن بينقذه، وبيفكر عمه هيعمل ايه لما يعرف بالكارثة دي. الكلام ده بيوصل للإمبراطور وبيكون باين عليه التوتر، وبيقول لها ان دي مش اول مرة يدخل حرب مع الفريمن، بس المرة دي مختلفة، وانه خايف جدا ان المديب يخلص على جيش الهراكن والعرش يتسحب منه. لكن بنته بتطمنه وبتقول له انه يسيب الحرب دايرة زي ما هي، وبعد شوية يتدخل ويوقفها ويبقى هو المخلص ورمز السلام. وفعلا بيقتنع الامبراطور برأي بنته، فبتاخد الساحرة اللي مربياها وبتمشي، وبعدها بتقول للساحرة انها خايفة يكون بول لسه عايش. وهنا الساحرة بتسكتها وبتقول لها اوعي تجيبي سيرة الكلام ده قدام ابوك الامبراطور، وقالت لها انهم لازم يضموا واحد اسمه فيدروسا هاركونين واللي هو ابن اخو فلاديمير، ولازم يسيطروا عليه لانه هو اللي هيحكم اراكس بعد وفاة عمه البارون. وطبعا لما بنرجع للهراكنة وبنشوف فيد اخو رابن وابن اخو فلاديمير وهو بيحضر نفسه علشان يحضر عيد ميلاد البارون، وهناك بنشوف مجموعة من الساحرات جايين يقابلوا السيدة فيرنرينج علشان يختبروا قوة فيد، فبتبلغهم فيرنرينج ان ده مجرد عرض، لكن هم هيختبروه بعد كده على ارض الواقع بطريقتهم، وبيكون الاختبار انه هيواجه مجموعة من المقاتلين، وفيدروسا بيكون عارف ان المقاتلين دول متخدرين علشان يقدر يفوز عليهم بسهولة ويقدم عرض مشرف. لكن عمه فلاديمير بيكون قاصد انه يسيب واحد من المقاتلين بدون تخدير علشان يختبر قوة ابن اخوه الحقيقية، وهنعرف ليه كمان شوية. فيد بيخلص على اول كام واحد لانهم كانوا متخدرين، والاخير فضل يقاوم ويواجه فيد بكل قوة، لكن في الاخر نجح فيد انه يقضي عليه. بعدها فيد بيطلع لعمه وهو متضايق جدا لانه ساب واحد من المقاتلين مش متخدر وكان مقاتل قوي وكان ممكن يقتله، لكن عمه بيقول له انه سليم اهو ما ماتش، وده معناه انه يستاهل المفاجأة اللي محضرها له. فيد بيهدى شوية وبيبتدي يسمع عمه واللي بيبلغه انه قرر يعينه قائد على الهراكن بدل اخوه رابن، وده طبعا بعد فشل رابن في حماية مخزون التوابل والخسائر المتكررة قدام الفريمن، وبيقول له انه لو اثبت جدارته ممكن يبقى الامبراطور. وطبعا فيد بيكون فرحان جدا وهو بيسمع الكلام ده لانه كان بيحلم بالمنصب ده من زمان. وبعد كده بتروح فيرنرينج الفيد وبتسيطر عليه بسحرها وبتعلمه اختبار الصندوق اللي الساحرة كانت عملته البول قبل كده علشان تتأكد من قوته وهل يصلح يكون الامبراطور القادم ولا لا. وبعد ما بتخلص بتروح للساحرة الأم وبتبلغها باللي حصل معاها وبتقول لها إنه شخص قوي وذكي بس ممكن السيطرة عليه. فالساحرة الأم بتقول إنهم هيبدأوا بالسيطرة عليه من دلوقتي، لو نجح في مهمته بقى الإمبراطور هيكونوا سيطروا عليه بالكامل ويسخروه لمصلحتهم، ولو فشل يبقى بنته اللي في بطن فيرنرينج هي اللي هتبقى الإمبراطورة. بعدها بفترة فلاديمير بيعين فيد بشكل رسمي قدام كل الهراكن كقائد جنوب كوكب أراكس بدل أخوه رابن. تاني يوم بيوصل مجموعة من المهربين ومعاهم آلة ضخمة علشان يسرقوا التوابل، والمهربين دول بيكونوا فريق لوحدهم لا تبع الهراكن ولا تبع الفريمن، فبول بيعمل لهم كمين وبيسيطر عليهم وبيدمر آلاتهم. وهو رايح يقتل الزعيم بتاعهم بيعرف ان جرين المساعد بتاع ابوه، واللي بيفرح جدا لما بيعرف ان بول ما ماتش زي ما هم كانوا فاكرين. فبول لما بيتأكد ان هو بيؤمر كل الفريمن يوقفوا الهجوم وبياخد جريني وبيقعدوا يتكلموا، وبيحكي له جريني انه قدر يهرب وقت الهجوم على الدقليت وابو بول وانضم لمجموعة المهربين دول، واكتشف ان التجارة في التوابل مربحة جدا. بس ده مش السبب الوحيد اللي خلاه في أراكس. السبب الأهم انه قرر
بيقرر ينتقم من رابن علشان اللي عمله فيه وفي الدقليتو هو والهراكن كلهم. بس وهم ماشيين في الطريق جيريني بيسأله هو ليه ما ضمش جنود الشمال لجنود الجنوب وهجم على شعب الهراكن وخلص عليهم وانتقم لابوه. فبول بيقول له على الحلم اللي حلمه، وانه لو راح للجنوب هيتسبب في مجاعة كبيرة والفريمن هيموتوا بسببه، وعشان كده قرر يفضل في الشمال. وتاني يوم جيريني بياخد بول لمكان غريب وبيقول له ان ابوه سايب في المكان ده مجموعة اسلحة تدمر كوكب بحاله. وبول بيدخل المكان لانه من نسل عيلة اتريدز وبيتفاجئ بكمية اسلحة كبيرة جدا. وبنروح للجنوب وبنلاقي الام الموقرة وصلت للمعبد وبتؤمر راهبة انها تستخلص مياه الحياة اللي موجودة في دودة كانت موجودة في المعبد. وفعلا بتمسك الراهبة الدودة وبتمارس نوع معين من الطقوس عليها وبتستخلص منها مياه الحياة. وساعتها جيسيكا بتأمرها ان اول ما يجي بول تشربه المية دي علشان يشوف الحقيقة زي ما الام الموقرة القديمة عملت معاها. ولما بنرجع للشمال بنشوف فيد وفلاديمير ومعاه جيش كبير من الهراكنة وهجموا على السيتش اللي هو المكان السري للفريمن وبيدمروه بالكامل بكمية كبيرة من الصواريخ. في الوقت ده رابن ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، ففيد ضربه وقعه على الارض وامره انه يبوس رجله والا هيقتله، وقال له انت فاشل ولوثت اسم العيله بفشلك اكتر من مره. وجه الوقت اللي لازم فيد يرجع سمعه الهراكن من تاني ويرد فيه على الفريمن. بول وشاني وجريني ومجموعه من الفريمن بعيد عن السيتش بس شايفين اللي بيحصل، فبيقرر بول انهم لازم يركبوا الديدان العملاقه ويروحوا الجنوب. وبرغم انه كان رافض الفكره بسبب الرؤى بتاعته الا انه بيضطر يعمل كده لان مفيش حل تاني. واول ما بيوصلوا للمعبد الراهبه بتدي مياه الحياه لبول علشان يشربها زي ما الام الموقره امرتها. وطبعا حصل معاه زي ما حصل مع امه وقدر انه يشوف الماضي كله وحاجات كمان في المستقبل، وشاف اخته وطمنته. وفي اثناء الرؤى دي بول في الحقيقة بيكون ميت. ولما شاني بتشوفه كده بتزعق مع جيسيكا، لكن جيسيكا بتقول لها شربيه نقطة تانية من مياه الحياة مخلوطة بدموعك وهيبقى كويس. وفعلا شاني بتعمل كده وبترجع بول للحياة تاني. ووقتها كل اللي في المعبد بيسجدوا لبول لانهم اتأكدوا انه المهدي بعد ما شافوه بعينيهم بيرجع من الموت مرة تانية. لكن شاني بتضربه بالقلم وبتقول له انه خوفها جدا وبتسيبه وبتمشي. وبعد ما الكل بيمشي بتيجي الأم الموقرة وبتسأله عن اللي شافه وبيقول لها إنه زي ما كان بيشوف في أحلامه الكوكب كله هيبقى دمار، بس شاف طريق صغير يقدر ينقذ منه شعبه. واتفاجئ بالكارثة الكبيرة وهي إن أمه جيسيكا أصلا تبقى بنت فلاديمير زعيم الهراكنة. فقالت له إنها زيه بالظبط ما كانتش تعرف الكلام ده إلا لما شربت مياه الحياة. بعدها بشوية بول بيجمع فريق الفريمن من سكان الجنوب والشوية الباقيين من سكان الشمال وبيقول لهم ان هو زعيم اراكوس ومحدش يقدر يوقفه. والكلام ده بيستفز الناس لدرجة ان واحد منهم كان هيقتله فعلا لولا ان بول بدأ يحكي عن حاجات من حياة الراجل ده وعن عيلته من يوم ما اتولد. وساعتها بيتأكد كل الفريمن ان بول هو المهدي وبينحنوا ليه. وستيل جار بيسألوا عن مستقبلهم، فبول بيقول له انه هيكون زي الجنة الخضراء. ووقتها كل الفريمن بيفرحوا ما عدا شاني اللي بتحس ان بول اتغير وما بقاش بيهمه غير السلطة وبس. وبعدها بيأمرهم بول انهم يبعتوا رسالة تحدي للامبراطور. وبنروح لقصر الامبراطور واللي اول ما بيفتح الرسالة بيتصدم ان بول لسه عايش وبيقرر يروح اراكوس بنفسه. ولما بيوصل هناك بول بيعرف وبيبدأ في تحضير خطة للهجوم على الامبراطور وقتله. وبيستدعي الامبراطور فلاديمير وفيد فورا. ولما بيوصلوا بيسأل الامبراطور فلاديمير يعرف ايه عن موديب، ففلاديمير بيقول له انه مات اثناء الهجوم على السيتش او مستخبي زي الفار في اي مكان. فبيقول له تعرف ايه عن الجنوب، فقال له ان المنطقة الجنوبية غير صالحة للسكن. فأمر الامبراطور واحد من جنوده انه يضربه بالسيف لانه ما يعرفش حاجة عن الكوكب وان موديب هو بول وانه عايش ما ماتش. وبنروح بعدها لبول اللي بيكون عمل الخطة وجمع جيش الفريمن وبدأوا في الهجوم عليهم. في الأول بيستخدموا جهاز الذبذبات واستدعى الدود العملاق لمكان جيش الامبراطور. وبعدها بيضربوا كمية كبيرة من الصواريخ بتتسبب للهراكن في خسائر كتير جدا. وبعدها بول بيركب هو ومجموعة تانية معاه الديدان العملاقة وبيهجموا على الامبراطور بشكل غير مباشر. ولما بيقابل فلاديمير وجها لوجه بيضربه بسلاحه في رقبته وبيخلص عليه. وفضلت الحرب مستمرة لمدة طويلة. وبنشوف ان جريني وصل لرابن وقدر يقتله انتقاما للدق ليتو ابو بول. وبعد صولات وجولات
بيحقق بول النصر وبيقابل الامبراطور شخصيا وبيقول له حظك حلو ان راسك لسه على جسمك، وسأله انت ليه عملت كده في ابويا؟ فالامبراطور قال له ان ابوك كان عاطفي جدا وبيفكر بقلبه، وده معناه انه قائد ضعيف وعشان كده قرر يقتله. الكلام ده طبعا مش بيعجب بول واتعصب جدا وقال له انا هتفق معاك اتفاق، اختار واحد يبارزني واللي هيفوز يتجوز بنتك ويبقى الامبراطور الجديد ويحكموا الامبراطورية مع بعض. الكلام ده بيصدم الناس كلها وخصوصا شاني، بس محدش بيقدر يتكلم او يعترض، ووقتها بيستعد فيد انه يواجه، بس جريني بيقول لبول بلاش توسخ ايدك بدمه، بس بول بيتجاهل كلامه وبيسحب سلاحه وبتدور بينهم معركة قوية جدا لان الاتنين قائد جيوش، واستمرت المعركة بينهم لوقت طويل لحد ما قدر فيد انه يسيطر على بول ويسبب له اكتر من اصابة وكان على وشك انه يقتله، بس بول بيستعيد قوته وبيخلص عليه وكل الفريمن بيفرحوا بانتصار زعيمهم المهدي، وبيستعد بول وقتها لقتل الامبراطور، بس بنته بتترجاه يعفو عنه وبتوافق تكون عروسته ويبقى هو الامبراطور الجديد، فبول بيمدله ايده علشان ينحني يبوسها وفعلا بيركع الامبراطور وبيبوس ايده، وده كده اعلان رسمي ان بول هو الامبراطور الجديد والكل تحت سيطرته. وبيقرر بول بعدها انه يبعت رسائل الامتثال تحت حكمه والخضوع لسيطرته للعائلات والحكام والاباطرة خارج اراكوس، بس مش كل الشعوب بتوافق، فبيقرر بول انه هيغزو كل الكواكب والاكوان اللي رفضت الامتثال لحد ما يحكم كل العالم ويكون امبراطور على كل المجرات. ولحد هنا بيخلص فيلمنا، وبعد ما شفنا كل لحظة لو الفيلم عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان يوصلكم كل جديد. نشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.